ومرحبا يا حلوين، كيفكن؟ شو الاخبار؟ طمنوني عنكم. ان شاء الله تمام. رجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد وفلوجات جديده. وبحب برحب كل صبايا جداد انضموا للقناه، وشكرا كتير وشكرا من كل قلبي على دعمكم الحلو على اخر فيديو. كتير حبيته، كتير تحمست له كتير، فحبيت اليوم ارجع لكم بفيديو هيك شوي صغنون مو كتير كبير، فمشان هيك ضل إلاش معكم واحكي ويكون الفيديو مسلي اكتر واكتر. وهون يا صبايا رحت على البيم، كان ناقصني كم غرض، بدي بيض ولبن، واخدنا هذا الزغنون معانا الكائن الغريب، راح سميه بالقناة الكائن الغريب. فوقف لك هيك مثل الولاد اللي بتعرفوا هدول صبايا، الولاد اللي بيروحوا لعند مثلا الجيران بيقولوا انه ماما شو هاي، وهو بيكون عندهم منه بالبيت يعني، او يكون خربان وكابينه قد ما بيجيبوا منه، فبيستغرب عند الجيران انه شو هاي. وهي ابني نفس العادة عملها بالبيم، فعادي هذا الشيء يعني، نو بروبلم. وقف عند البسكوت وقعد يطلع انه شو هذا، هو بحياته مش شايفه طبعا. فقلت انه بلا ما اشتري له شيء هيك بشوكولاتات وما شوكولاتات والدنيا شو، بلوت لي حاله، خاص لانه لابس ابيض، وبتعرفوا نحن الامهات ما بنحب طعم شيء لاولادنا مشان ما يوسخوا الابيض تبعتهم، يعني بنحرمهم مشان بلرستيجو. ومن الاخر يا صبايا جبنا هالبيضات واجينا، واليوم كانوا الاولاد جاي عبالهم انه اعمل لهم بيض مسلوق، وهون ضيعته. والصراحة كان بدي اني ضيعه، لان كان البيم مشغلين الكونديشن ومشغلين الشوفاجات وشو هذا بيسموه المبردات، وما لك خلق تطلعي ابدا نقطة واحدة برات البيم قد ما انا برود وغير شكل. فحسدتهم اللي عم يشتغلوا بالبيم من الاخر يعني. المهم هون بلا طول سيرة اخذنا الاغراض وطلعنا. وهذا الكائن الغريب بعلمي كان جنبي، بعلمي بيروح ما بعرف وين بيغط. اول شغله بشوف البيم هيك مليان، فبيضل يعني يفتل ويبرم. المهم والله ما كذبنا خبر، حاسبنا على الاغراض وطلعنا، والا شوي كانت بهدلنا. الكيس اللي بايد ابني اخذه وطلع فيه لبرا، وبعدين فطنت انه انا ما حاسبت عليه، فرجعت كمان دقيت الكارت نفس اللي اخذه ورجعنا. والمهم هوني رجعت كان عندي شوية جلي، قلت بجليهم قبل ما يجوا الولاد وجوزي عشان يفطروا. فحطيت البيض ينسلق على جنب وقعدت انه اجلي. تعالوا اخبركم شغله يا صبايا عني. انا من عشاق رغوة الصابون، انا من عشاق المطيبات، من عشاق الصابون المطيب، لدرجة اني انا توحمت عليه بتوأمي على الصابون وعلى المعطرات. لما بشم معطر يعني بكون سوسحت من الاخر. وانا لما كنت حامل ببناتي بالثامن، فانا برغي بجيب صابونه كتير يعني هيك مغلفه طبعا جديده يعني، فبجيبها هيك برغيها على ايدي وباكل. مين مثلي يا صبايا؟ كتير في ناس على فكره هذا الشيء، فهذا الشيء امر طبيعي يعني. والمهم خلينا نرجع للفيديو يا صبايا. كان جاي عبالنا ملوخيه، دقيت على اهلي قال والله طابخين ملوخيه ورز وفروج. قلنا يلا. رحنا والله جبنا الملوخية وما كذبنا خبر، واجيت ونقيتها وغسلتها وطلعت عم تضوي ضوي وغير الشكل. وفجأة يا صبايا ونطبخ الملوخية وطلعوا على شكلها بشهي. هلا ما بعرف ليش طلعت معي لونها صفرة، بس هي للصراحة أنا اهتميت فيها وبطبخها، وبعرف أطبخ الملوخية يعني، ما أنا أول مرة بطبخها. ما بعرف ليش طلعت طعمتها ما مو ملوخية. تشبه كل شيء إلا الملوخية صراحة يعني. فقال لي جوزي انه طالعه طعمتها مثل البقله، البقله ببندوره، مين بيعرفها يا صبايا؟ فقلت له انه ما بعرف، يمكن يكون في حشيشه بقلبها وانا مو منتبهه فعاطيه هذا الطعم. المهم يعني فالحمد لله رب العالمين اتغدينا وهون ضبضبنا، وكانت الدنيا كتير شوب. دقت لي رفيقتي انه نطلع على الحديقه، قلت لها يلا. قال عملت لك مفاجأة، فعملت لي الليس كوفي او شو بيقولوا لها، اكتبوا لي بالتعليقات انتوا شو بيقولوا لها. انا من عندي بقول لك قهوة باردة من الاخر يعني. شو بيقولوا لها؟ ايس كوفي؟ لا كوفي، كوفي بارد، قهوة باردة من الاخر يعني. هدول تبعت المصطلحات المشاهير انا ما بحبها زيادة. والله يا صبايا ما كذبنا خبر، قعدنا خدر مين. المهم بلا طول سيرة، بدي لحق الفيديو مشان احكي فيه، احكي هيك كل شي عندي فضي طاقة تبعيتي. فقعدنا هيك نظبط والله، وحرام والله بجايبه ومتكلفة، الله يعطيها العافية ويرزقها. المهم وصرنا فرجة للأتراك وهيك كانت، وبناتي لمست الكاسة انه يعني انه شو هاي. قلت لها امي بحياتك انت مو شايفة من هاي، عادي يعني، نو بروبلم، امر طبيعي.
اي والله يا صبايا، وقعدنا نصور وناخد هيك صور وناخد لقطات وناخد نتفنن، يعني هيك بنتفنن، والاتراك عم يطلعوا علينا وصرنا مسخرة ومضحكة. والمهم انه نحن انبسطنا وتسلينا. وهيك كان الفيديو لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم يا رب. برجع لكم فيديو جديد، وكتبوا لي بالتعليقات اذا انتم عم بتحبوا فيديوهاتي واذا بتحبوا طريقة الكلام. فبتمنى دعمكم يا صبايا يا حلوين، وانا بكبر فيكم، وبتمنى يا رب هيك تعجبكم فيديوهاتي، وبنضل على تواصل طول العمر. وانتو اللي انا رح احقق حلمي فيكم. وان شاء الله يا صبايا بشوفكم فيديوهات جديدة، وان شاء الله ما بكون عم طول عليكم بالفيديوهات. وهلا بقلكم باي باي.